حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدها غير زائل مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل. عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين الفقيهة العابدة الربانية أحب خلق الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت أحب خلقهم إليه. روى الترمذي وابن حبان عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. كانت رضي الله عنها فقيهة كثيرة الرواية كثيرة الفقه، هي من المكثرات من الحديث. من الصحابة 7 مذكورون في قول القائل: 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مدر: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. وكانت رضي الله عنها عالمة واسعة العلم كثيرة الرواية. قال عروة بن الزبير وهو ابن أخيها: ما رأيت أحدا قط أعلم بشعر ولا بفقه ولا بطب من عائشة. وقال الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم أمهات المؤمنين وعلم النساء لكان علم عائشة أفضل. وكانت مع ذلك رضي الله عنها زاهدة عابدة. روى ابن سعد في طبقاته عن أم ذرة قالت: أتيت عائشة ب100,000 ففرقتها وهي يومئذ صائمة، فقالت لها أم ذرة هذه: أما استطعت فيما فرقت أن تشتري بدرهم لحما تفطرين عليه؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها: لو ذكرتيني لفعلت. ولما اشتكت مرضها الذي ماتت فيه دخل عليها ابن عباس رضي الله عنهما فقال: يا أم المؤمنين، تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر. وماتت رضي الله عنها في مرضها ذاك سنة 57 وقيل سنة 58 وهي ابنة 65 سنة. وفيها يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدها غير زائل مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل. فإن كان ما قد قيل عني قلته، يقصد حديث الإفك، فإن كان ما قد قيل عني قلته فلا رفعت صوتي إلي أناملي. فكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل. رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات الغوائل.